يعني هو احنا اتغيرنا ولا الدنيا هي اللي اتغيرت؟ بص حواليك كده، فاضل ايه من زمان؟ الكرم، الصدق، الأمانة بقوا شبه الضيوف بيعدوا علينا من غير ما نقعد معاهم. بس هو فعلا مفيش، ولا احنا اللي مبقناش نلاحظ؟ وقبل ما نخش في الحلقة ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. واحنا هنا في انتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا، مش نحكم عليها. فاكرين زمان لما كانت الناس تسيب بابها مفتوح؟ مش علشان مفيش سرقة، لأ، علشان كان في كرم في النية وفي المعاملة، حتى في الكلام. كان لما حد يجي ضيف كنا نحلف عليه ياكل بالعافية، مش نرميله سندوتش نقوله بالهنا. الكرم ما كانش أكلة، كان إحساس، وكان بيخلي اللي قدامك يحس إنه مقبول مش متطفل. وكل ما بتحس إنك لسه بتدي من غير ما تستنى مقابل، اعرف إن في حاجة لسه من زمان حلوة. كان في وقت لما حد يقول كلمة تصدقه كأنها عقد. كلمة أنا جنبك كانت أمان، مش بس تعبير على الموبايل. دلوقتي بقينا نقول الحقيقة بعد ما نجرب كل الكذب وما ينفعش. بس تعرف، في ناس لسه بتختار تقول الحقيقة حتى لو وجعت، وده نوع تاني من الكرم. واللي بيصدق نفسه عمره ما يخاف يصدق الناس. واحد حكالي مرة انه لقى شنطة في الشارع فيها فلوس وموبايل، فراح رجعها لصاحبتها، والبنت فضلت تعيط من الصدمة. مش عشان رجعها، عشان كانت فاكرة ان مفيش حد لسه بيعمل كده. في حاجات لما بنفقدها بنفقد معاها الثقة، بس كل مرة بنشوف حد بيختار يكون امين بنسترجع حتة من نفسنا. والامانة مش بس في الفلوس، دي كمان في المشاعر والكلام وحتى في الغياب. الناس ما بطلتش تكون طيبة، بس الطيبين تعبوا واتوجعوا من اللي استغلهم، فبقوا يخبوا طيبتهم. واحنا بنشوف اللي بيكشر ونقول هو ده القوي، بس الحقيقة القوة اللي يختار يفضل طيب حتى هو موجوع. النية الطيبة مش ضعف، دي شجاعة من نوع تاني. ممكن تكون بتدور على صفات اختفت فيك، بس الحقيقة انها اختفت منك. يمكن كنت كريم بس مرة حد كسر ده جواك، وكنت صادق بس حد استخف بيك. بس هل ده السبب انك تفضل كده، ولا ده الوقت انك ترجع؟ اللي بنفقده حوالينا ممكن نرجعه من جوانا. وفي النهاية أحب أقول لكم، زمان ما كانش أحسن، إحنا اللي كنا أبسط وأنضف وأنقى. وكل ما نفتكر ده يبقى عندنا فرصة نرجع حاجة صغيرة من اللي فقدناها. في ناس لسه عندهم الكرم والصدق والأمانة، بس يمكن مستنين حد يلاحظهم، ويمكن تكون انت البداية.